عالجدار عالجدار الفرخة باضت عالجدار واديك قاطرها عالجدار. ايه يا بلوحتي اللي انت عملته في الاولمبيكس ده يا بلوحتي؟ تصرف مليار وربع يا ابن العاهرة الداعرة اللي نط عليها كل سكان القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، علشان تثبت لنفسك ان انت عندك بعثة رياضية ومسميها بعثة الفراعنة. فراعنة ايه؟ لاعبة بتجدف تتوه، لاعبة بتسبح تغرق، لاعبة بتلعب شيش تطلع حامل وطالعة منبهرة قوي بنفسها، لاعبة مش عارف بتلعب ايه تطلع تقولك كان عندها البريد. يا اختي ما تحكي لنا كمان عن علاقاتك الغرامية. انتي هو احنا محتاجين نعرف الكلام ده يا جماعة؟ هو ايه الخرا اللي انتوا فيه ده؟ طبعا البعثة الرياضية بتاعت الاولمبيكس، المشاركة في الاولمبياد بتاعت فرنسا، دي طبعا لا تقل فضيحة عن فضيحة الأولمبيكس نفسها في الافتتاحية من ازدراء الدين المسيحي وازدراء المسيحيين في سخريتهم من السيد المسيح وعشاؤه الأخير. الحقيقة فضيحتكم فضيحة بجلاجل. طبعا لو بنقولك اصرف المليار وربع دولت على التعليم مش هنخلص منك. طبعا هتقول انا مش قادر، انا مش عايز، او انا مش عايز، انا مش قادر اديك. انا لو معايا اديك من عيني، لكن انا معيش اديك. لكن انت بيكون معاك طبعا للتفاهة، بيكون معاك للهيافة، بيكون معاك طبعا للاشكال الساقطة الوضيعة. طبعا البعثة الرياضية دي كلها اللي امه رفيقة اللواء، واللي امه مصاحبه مستشار، واللي بنت مستشار، واللي ابن مستشار. واحده يا اخويا طالعه بتقول لك انا حامل في السابع، مطلعها تلعب رياضه ليه؟ وحامل في السابع دي تقعد في بيتهم. دي حتى اللي حامل في السابع دي لما تكون بتشتغل بتتهبب تاخد اجازه وتقعد في البيت. مطلعها ليه؟ مفيش دكاتره في البعثه دي. البعثه دي ما فيهاش اي دكاتره. زياد السيسي اللي هو كفايه يعني اتنحس بسبب ان اسمه على اسمك النجس، طالع ليه بمراته. هل هي حفلة؟ هل هي فلوس الشعب دي محدش بيحاسب ولا بيسألك انت بتعمل ايه في الخرا اللي انت بتعمله يا ابن المرة العاهرة الداعرة اللي نط عليها كل سكان القاهرة؟ انت هتبطل امتى لبوانة ووساخة يا ابن الحرام؟ هتبطل امتى وساخة؟ هتبطل امتى شرمطة انت والدولة المهترئة الفضيحة المفشخة في كل المجالات؟ انتوا لا نجحتوا في الرياضة، ولا نجحتوا في الفن، ولا نجحتوا في الادب، ولا نجحتوا في قلة الادب. يعني لا نفعتكم، يعني لا نفعتوا في الدنيا، لا كسبتوا الدنيا ولا كسبتوا الاخرة. ولاد الاحبة دمرتوا البلد وخلتوها مضحكة العالم. ما يحكمش يا ابن الاحبة يا بلد.